طبعا اليوم من خلال هذه الأحداث التي حصلت في الآونة الأخيرة، من خلال التهديدات التركية والمجال التي فتحته أمام إحياء داعش من جديد على مناطقنا، من خلال استهداف النقاط الأمنية الموجودة في مخيم الهول التي أتاحت هروب داعش من هذا المخيم الذي كان يحتجز الآلاف من نساء داعش وأطفال داعش في هذا المخيم الذي عاتقه وقع على الإدارة الذاتية بموضوع الحماية الذاتية الذي قدمتها الإدارة الذاتية لهذا المخيم خوفا على أمن الشعب وأمان هذه البلاد. رأينا ماذا حدث في الآونة الأخيرة من خلال هذه الهجمات التي قامت على مناطقنا من الاحتلال التركي، ومن خلال إحياء داعش من جديد. وخير دليل على ذلك ما حدث في الهجمات الأخيرة على منطقة الرقة من خلال استهداف النقاط الأمنية التي تقوم بحماية الشعب. طبعا رأينا هذا الهجوم الذي حدث في وسط النهار من خلال مؤامرة مدبرة من إرهاب داعش لإرهاب سكان ومدينة الرقة، وزرع الخوف والذعر من جديد في قلوب النساء والأطفال والشيوخ في هذه المنطقة. طبعا اليوم ما وصلت إليه النساء من هذا المكتسب الذي حققته من خلال ثورة المرأة بهذه السنوات، منذ سنوات التحرير على مناطقنا. لعبت المرأة دورها في جميع المجالات السياسية والعسكرية والثقافية، كان في المجالات العسكرية والحركات والتنظيمات النسائية وفي مؤسسات الإدارة الذاتية. طبعا هذا الاستهداف رأينا في الآونة الأخيرة يستهدف النساء هو لكسر إرادة المرأة ولخوفها أن تتقدم خطوة إلى الأمام من هذا الإرهاب الموجود في هذه المناطق الذي يهدد أمن وأمان هذه المنطقة. طبعا اليوم النساء بكل قوة وبكل جدارة وبكل ما أتت من قوة هي ضد هذا التنظيم وضد هذه الاحتلالات، وسيكون لها صوتها صوت الحق ألا تعيد نفسها إلى مرحلة الضياع ومرحلة التهميش بحقها، إلا أنها اليوم هي صامدة ومناضلة ومدافعة عن مكتسباتها التي حصلت عليها لأن تتقدم خطوة إلى الأمام لا ترجع إلى الخلف. طبعا اليوم نحن كنساء في التنظيمات والحركات النسائية سنناضل يدا بيد وسنتكاتف لدحر هذا الاحتلال وهذا الإرهاب من خلال التنظيم والوعي لكافة النساء في المدن والنواحي وفي المناطق، من إيصال هذا الوعي لهذه النساء ومعرفة حقيقة ذاتها وما هو مدى تأثير داعش عليها أن تعيد هذا السيناريو الذي عاشته من قبل مع هذا الظلم ومع هذا الإرهاب وحرمانها من كافة حقوقها وواجباتها، وأن تعيد نفسها إلى نقطة الصفر. اليوم ما وصلت إليه المرأة في مناطق الإدارة الذاتية أصبح مثالا يحتذى به للعالم أجمع من هذا الظلم ومن هذا الضياع ومن كل الانكسارات التي مرت بها. اليوم استعادت نفسها واستعادت حقيقتها، فيصعب عليها اليوم العودة إلى زمن العبودية. اليوم أصبحت المرأة حرة قادرة على أن تكون هي في الصفوف الأولى من كسرت قيود العادات والتقاليد وهذا المجتمع العشائري وبدأت مرحلتها الأولى. يصعب عليها اليوم الرجوع إلى زمن العبودية. فاليوم نحن كتجمع نساء الزنوبية من خلال الوعي من خلال التنظيم والتدريب سنصل لكافة النساء لتحقيق هذه الإرادة وإيصال صوت المرأة الحرة لكافة أنحاء العالم. من خلال عملنا في مجال المرأة خلال ال5 سنوات استطعنا تحرير أنفسنا بعد ما عانت منه المرأة في زمن داعش. طبعا نحن كنساء ضمن هذا المجتمع حاولنا أن أيضا ندخل إلى العائلات، أن نحاول دائما نخرج المرأة مما كانت عليهم في زمن داعش من ضغط وإرهاب لها. كانت دائما هي المسلط عليها الضوء من قبل داعش والضغط على المرأة خاصة، ولكن استطاعت المرأة خلال فترة وجيزة من أن تخرج من هذا الضغط ومن الحالة النفسية التي تركتها داعش خلفها. عملت المرأة في جميع المؤسسات المدنية والعسكرية وفي الأحزاب السياسية وغيرها، كان لها دور كبير في المجتمع. ولكن اليوم نلاحظ أيضا عادة التنظيمات الإرهابية والاحتلال التركي لمهاجمة المرأة بعد النجاحات التي وصلت إليها. هذا إن دل على شيء فهو يدل على أن المرأة أصبحت قوية، أصبحت التنظيمات والاحتلالات تخاف من إنجازات المرأة وتطورها في المجتمع، فقامت بمهاجمة المرأة في الفترات الأخيرة خاصة من خلال الاعتداء على المرأة
ضمن مناطق شمال وشرق سوريا. أيضا الطائرات المسيرة من قبل الاحتلال التركي التي شملت المرأة العسكرية والناشطة السياسية والنساء المدنيات. فنحن كنساء يجب أن يكون لنا موقف من هذه الاحتلالات ومن هذه التنظيمات الإرهابية وما عادت إليه من ضغط على المرأة لمحاولة كسر إرادتها. ولكن نحن من خلال عملنا ضمن المؤسسات، من خلال زياراتنا للعائلات، من خلال محاولتنا نشر الوعي، سنقوم أيضا الوصول إلى جميع النساء لمعرفة كل مرأة لدورها لخروجها من الضغط، من العنف التي تعاني منه ضمن المجتمع. فنتمنى أن نستطيع الوصول إلى جميع النساء الموجودات ضمن المجتمع، وأيضا أن نحاول نرفع من وتيرة نضالنا والمقاومة والوقوف في وجه هذه التنظيمات الإرهابية ووجه الاحتلال التركي وما يقوم به.